السلام عليكم، مرحبا بكم في القصص ديالنا. بدينا على بركة الله. حنا بين 4 ديال البنات، زوج مجوجين وانا واختي الصغيرة. كنا مازالين مع والدينا في الدار. واحد المرة جا واحد الموظف يطلب اختي الصغيرة الزواج. كان زوين وطويل وكانت عنده واحد الهبة اللي كتمناها اي بنت. المهم اختي الصغيرة ما بغاتش وحتى والديا، حيت كانت عندها غير 16 عام. ولكن اقترح عليه الوالد باش يتزوج بيا، ووافق وتزوجنا. كانت الامور كلها طبيعيه، كان كيعاملني احسن معامله. بصح عمري حسيت به كيبغيني وكيعاملني معامله طيبه. مهم بحكم هو متدين وصافي، علاقتنا ما كانش فيها الحب. صبرت قلت مع الوقت غادي يبغيني. ساعة والو، راجلي هو راجلي. كانت ديما كتعجبو اختي الصغيره، وانا هكا حسيت. ديما كيشري ليا نفس البيجامات اللي كتلبس ونفس البنطوفات، حتى من الريحه اللي كتستعمل قال لي سوليها على العطر اللي كتستعمل وشريه، راه زوين بزاف. حسيت بيه تزوجني غير باش تبقى اختي تحت عينو. دازت ايام وايام وجا واحد ولد عمي خطبها، ولكن هي رفضاتو، ما كانتش باغاه. بصح هو بقى لاصقها، حتى انا عطيت جهدي كامل باش نقنعها باش تتزوج به، نرتاح من جهة راجلي. مهم هو اصلا كان ضد الفكره، قال لك سيدي ولد عمي حشيشي وما يستاهلش. تاكدت بلي عنده مشاعر ليها. ضرني قلبي بزاف ورجعت بحال الحمقى. حتى لواحد المره طلع لي في الفيسبوك شي وحده كدير المحبه باش الناس يتزوجوا. دخلت عليها فو كونط وهدرت معاها، وكانت من نفس مدينتي. وافقت نمشي عندها. المهم هدرت معاها وعاودت ليها، طلبات لي التصويره ديال اختي وديال ولد عمي، وقالت لي نكون هانيه غدير ليهم المحبه باش تقبل وتزوج به. وفعلا داك الفتره اختي رجعت بحال المدهصه، سقطت في الباك ورجعت غير كتبكي وسد عليها. فجاه قالت بلي هي موافقه تزوج ولد عمي. الوليد ما بغاش في الاول، ولكن هي بدات كتبكي وتقول يا تزوج به يا تموت. حتى وافقوا زوجهم. عاد داك الساعه ارتاح خاطري. انا زواجهم ما كانش ناجح، ديما المشاكل. كان ولد عمي كيتحشش ويضربها، وكانت مسكينه هي غير صابره وحانيه الراس. كنشوفها كتبقى فيا، وكان بغي نمشي نفسخ داك الشي، ولكن ملي كنتفكر الا فسختو راجلي غيتبعها، كنقول اللهم تعاني هي ولا نعاني انا. سبحان الله، الناس قلوبهم ولا تقاطع لهاد الدرجه. ندوزو القصه الثانيه اللي كتقول: كنت خدامه في الميناج في واحد المصحه الامراض العقليه. كنت كنمشي نضرب عندهم غير الجفاف، مهم مره في الصباح ومره في العشيه. كانوا دايرين لينا النوبه انا وشي بنات. كنت باقه جديده معاهم، ويلا كنولف البيوتات الناس المريضه، كنجففهم. مهم حتى كيكون معنا السكريتي ولا الممرضات باش الا حاله كانت صعيبه ما يأذيوناش. مهم واحد المره كنت كنسيق الطبقه الفوقانيه، ولقيت واحد السكريتي جديد كان واقف في الباب ديال واحد المريضه. دخلت لبيتها وبقيت كنجفف وكان حاضيني، وهي كانت مكمشه في فراشها وجمع رجليها بيديها وحاطه راسها فيهم فوقهم. مهم بقات كتشوف فيا بالجنبيه ومخلوعه منه. بقيت كنشوف فيها حيت اول مره غادي نسيق داك الجهه، وعمري شد داك المريضه ولا داك المهم كنت مره كنسرق فيها حتى انا الشوفه. كان عندها واحد السلف تبارك الله مغطيها كلها. رجعت كل نهار كيعطيوني نسيق داك الجهه وندخل على داك المراه، كتبقى تشوف فيا بحال كترجاني ولا باغا تقول لي شي حاجه. سول داك السكريتي عليها، هو يدور وجهه لهيه، ما جاوبنيش. قربت حداها وسولتها مالها، قالت لي انا اعتقها من داك الراجل، راه قتل بنتها وغي قتلها حتى هي. كانت كتهضر متبته، تقول انا الحمقى ماشي هي. ما ديتش عليها صراحه، قالت مسكينه غير مريضه وكتخرف. رجعت النهار الثاني نفس الشيء وكتقول لي اعتقيني. ميكت عليها، والنهار اللي موراها كنلقاها كلها مزرقه ومضروبه. انا صراحه تخلعت وبقات كتبكي وكتقول لي اعتقيني اعتقيني. دخلني الشك. المهم
هبطت مسلتنيش انا عند الطبيبه اللي لتحت، عاودت ليها داكشي اللي شفت، وقالت لي بلي داك البيت خاوي وما فيه حتى شي مريضه. رغبتها تتبعني نوريها، عيطت حتى على الامن ومشاو معانا. طلعنا للبيت لقيتها مكمشه في بيتها، وراتها لي وكتقول لي ها هانتي البيت خاوي ما في حد. وانا كنشوف وكنقول كيفاش فراهم داك المريضه والسيكوريتي. مهم مبقاوش معانا. تخلعت وتصدمت وما عرفتش شكون هادوك اللي كنت كنشوف. الطبيبه بقات كتشوف فيا بواحد النظره بشكل. جمعت حوايجي وهربت للدار، من تما ما رجعت. كانوا حقا وراوني الكاميرات، ولقيت راسي واقفه غير بوحدي في داك الغرفه. المهم من داك النهار ما رجعت لداك الخدمه، والمشكله هي رجعت كل نهار كنشوف داك الراجل واقف ليا في الباب د البيت، حتى قربت نحماق. داروا لي رقيه وعاد الحمد لله ما بقيتش كنشوفه. نمشيو للقصه التاليه. بنت جارتنا كانت الله يعمرها دار الزين والتباتة والقرايه والاخلاق. كنا ما كنتفارقوش انا وياها، اصلا تربينا مع بعضياتنا حيت حنا جيران. وامها مسكينه كان مات ليها راجلها في سن صغير، وصبرت على ديك البنيه وضربت عليها جفاف، كبرتها بوحدها. متزوجات ما شافت قريناتها. المهم قرينا مع بعضياتنا من التحضيري حتى البكالوريا. كنعرف كل صغيره وكبيره عليها، وهي كذلك كانت كتبغي واحد الولد كيقرا معنا من التاسعه. مهم من داك الوقيته وهي معاه كانوا كيحمقوا على بعضياتهم، وعلى حسب اللي قالت لي راه باغيها الزواج، غير ياخذ الباك ويخدم ويجي لدارهم. كان كل شيء هو هذاك. حتى سقت امها الخبار، غوتت عليها وضربتها. مهم وضرباتها ما خلاتهاش. كانت كتقول ليها ولد فلان واخا يبقى غير هو في الدنيا ما غاديش تاخديه. ما كانتش ضد ان بنتها تبغي، كان ضد داك الولد. واخا هو ولد الناس وكل شي كيشكرو وكيشكر حتى دارهم. كانت بنتها كتعيا كتبقى تبكي وتقول ليها غير قولي لي علاش. كتقول ليها بغيت هكاك وصافي. المهم طيحت عليك صحتي باش ياخدك فلان، لدرجة البنت اكتئبت وهملت راسها. المهم رجعت ضعيفة بزاف، ولات كتوصلها بيديها للثانوية وترجعها باش ما تشوش وتلاقاه. كانت كتوصيني الا شتها معاه في الثانوية نعلمها، ولكن طبعا انا ما كنتش كنعلمها وما والو. كنت كنخليهم يشوفوا بعضياتهم. حتى لواحد النهار علمتني صاحبتي بلي هي ما تقدرش تعيش بلا به، وما كتخيلش حياتها بلا به. على هادشي قرروا يهربوا بزوج ويخدموا ويتزوجوا. انا كنت ضد هاد الفكره، ونصحتها تاخد الباك وتخدم وتقنع امها مع الوقت. ولكن هي كانت مقصحه راسها وكتقول لي بلي ما عمرها تقبل به، حيت شحال هادي كان عندها مشكل مع باه. المهم دازت واحد الوقيته الامتحانات، والنهار الاخري ما كانتش رجعات. الغد ليه فقنا على الغوات. امها كتقول جيبوا لي بنتي. مهم جمعوا الجيران كاملين. قالت لي بلي بنتها هربات فقت الصباح وما لقاتهاش. قلبوا معاها الجيران كاملين، تسنيناها النهار كامل تبان، ولكن والو. امها كانت غتحمق بالبكا وحالتها حاله. بقات فيا وانا نقول لها بنتك غتكون هربات مع فلان. هما كانوا مقررين يهربوا حيت ما بغيتهمش المهم ما بغيتيهمش يتزوجوا. شنقت عليا وندماتني حيت قلتها ليها. المهم قصدت الدار داك الولد وجمعات عليهم الجوقه. مهم حيحات. المشكل هو الولد كان في دارهم وما عنده خبر عليها. مشات ديكلارات بيهم وكلات بلي الولد خطفات بنتها. مهم ناضوا البوليس قلبوا حققوا تصاب الولد كانت عنده حجة غياب. مهم ما شدوش، دازت واحد السيمانه والبوليس كيقلبوا. خدموا الكاميرا د الحومه، تصاب بلي البنت منين دخلت لدارهم مع امها ما خرجت. حتى واحد ما فهم شي حاجه. حتى لواحد النهار صبحوا البوليس بزاف بالحومه، وكانوا خارجين بامها بالمينوط وهي كتبكي. كلنا تصدمنا ما فهمنا والو. من بعد سقنا الخبار بلي هي اللي قتلت بنتها ودفنتها في الدار، وكانت كتمثل علينا مني يحققوا معاها. قالت لهم بلي شافت الميساجات ديال بنتها كانت ناويه تهرب مع داك الولد وتخليها، ولكن هي ما قبلاتش بهذا الشيء
حيت طيحات تحتها باش تكبرها وتعوضها. صدقات هي باغا تهرب وتسمح فيها. المهم هي ما تقبلاتش هادشي وتصدمات وقتلاتها. وحتى انا تصدمت عمري، وانا كنشوفها كيفاش كانت كتعاملها. ما تقبلت الصراحه، كنت غادي نحماق بالبكا. ما تخليش داكشي كاع على راسي. دوزت واحد المرحله صعيبه في حياتي، خصوصا ملي ظهروا نتائج الباك ونجحت بنتها بواحد الميزه ديال حسن. بكيت وشبعت بكا. ما تخيلتش واش كاينه شي ام قلبها حجر بحال هادي تضيع بنتها بسبب انانيتها. تعقدت في حياتي، رجعت كنخاف من امي، ورجعت عندي ازمه ثقه في الناس. ما بقيتش قادره نثق في حتى واحد. ولهنا غنكون وصلنا لنهايه القصص. كنتمنى تشتركوا في القناه وتبركوا على واحد لايك وتشجعوا. يلا خليت لكم الراحه.